السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة، ده روتين يوم الجمعة. طبعا طول ما المداخل بتاع المخارج بتاعتك نظيفة، طول ما بيتك هيكون نظيف. ده مبدئي، صح؟ انتوا عارفين كده من بداية، بس عشان الناس الجديدة الحلوة اللي شرف لينا ان هي دخلت في حياتنا تعرف، وهتعرفوني اكتر، ويخشوا شوفوا الفيديوهات بقى الجميلة الحلوة. يا رب تكونوا بتستفادوا بيها، اهم حاجة ده الهدف من الفيديو. ده اولا. ثانيا، الناس اللي معايا من اول الفيديو ده شرف ليا وفوق راسي، مع اني في ناس غايبة كده ونفسي اسأل عليهم. بس ان شاء الله خير بإذن الله، يكون غيابهم ليا يكون في خير ان شاء الله بإذن الله، نسمع عنهم سمع خير يا رب. بصوا بقى، خدت اشيائي. انا بنظف اساسي يوم الجمعة المخارج بتاعة البيت، يعني المدخل، وممكن اخد معايا السلم ده، هاخده، ويعني باخد السلم مع المدخل مع الواجهة بتاعة البيت اللي بره زي ما انتوا عارفين. باخد غسلت المقشة كويس جدا. ماشي، انا بجيب خرطوم مية من المحل، عندي محل صغنوني كده في الشقة اللي تحت في حنفية مية، فباخد ايه خرطوم المية بخرجه، وباخد ايه الواجهة بتاعة البيت زي ما انتوا عارفين. عايزاكم الله، كنست بقى السلم بقى بالمقشة. طبعا انا غسلتها الاول عشان هي اصلا بره، فلازم تتغسل لاني ما تتطربش يعني عشان بتتطرب. خدت بقى عايزاكم الله الكمامة بتاعة السلم والحتة ديت، حطيتها على جنب، وهجيب ايه المقشة والجاروف وهاخدها عليه. تمام كده، وهاخد بقى بقية الايه، شايفين؟ هاخد بقية المدخل على بره بقى. في جديد طبعا. بصوا، شلت المصحف من هنا علشان ايه ما يقعش مني بقى وانا ايه بكنس كده بالمقشة. وخدت تحت اعزكم الله الجزامة. احلى ما في الجزامة ان هي مربوطة فوق، فبتاخدي تحتيها عادي. ده حاجة حلوة يعني، صراحة فكرة حلوة اللي انا عملتها دي. بصوا بقى، باخد برضو من تحت الايه الفرشة بتاعة السجاد. في ناس سألتني على السجاد ده، والله يا بنات انا ما جبتش سجاد، يعني ما جبتش غير السجادة دي اللي هي دي بديل السجاد، انما اللي عندي التانيين كلهم الجبلان والتركي، اللي هو الحاجات اللي بتتلم وبتتحط في الغسالة، فاهميني؟ يعني اللي بتلمها كده ونحطها في الغسالة، انما ده بديل السجاد. ده بيتعامل للأسف ان هو بيتعامل زي السجاد. ده عيبه، يعني ان لازم حتة تكون واسعة تغسليه فيها زي السجادة، فاهميني؟ هو الميزة اللي فيه ان هو خفيف وشكله حلو، يعني دي حاجة حلوة، شكله حلو وبيتغسل بسرعة وبينشف بسرعة جدا. تمام، انا لسه ما غسلتوش معاكم، هغسله بس يعني هو نظيف معايا فتمام. و ايه تاني؟ اللي هو السجاد التاني بقى، اللي هو عندي فوق في الدور التاني، وفي الارضي برضو انا حاطه برضو حاطه التركي في الارضي، والجبلان فوق في في الدور التاني. الجبلان عندي حلو جدا يعني، مش وحش. بلمه برجلي كده واروح حطاه في الغسالة بيطلع قشطة، وفي ثانية بينشف. يعني بصراحة يعني في الصيف يعني ما تأذيتش منه في حاجة. هو بس وحشته ان هو مش بيثبت على الارض بس، وكده كده انا عندي كراسي وعندي السفرة، فانا بحطه عليها فثابت عندي يعني، فاهميني؟ بس هو دي الميزة بتاعت الفرشة. انا هي فرشة واحدة اللي عندي كبيرة بتاعت الايه بديل السجاد، واحدة بس، انما التانيين انا باخدهم فين بقى؟ التانيين بحطهم هنا، بحطهم قدام البوابة كده، وادعكهم بالمقشة بينضفوا وبيبقوا زي الفل الصغيرين.
انما الكبيره بعملها في المدخل، وانا بقى ايه، وانا بمسح كده المدخل بروح واخداها تك 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 تك، شمار يا بت بقى واظبط الدنيا. هو ده اللي بيحصل معايا بجد يا بنات. الشرشوبه دي وهم احلى شرشوبه، ولا تقولي لي التركي، انا استعملت كل الشرشوبات، يعني استعملت كله كله. هي دي صراحه بصراحه معايا انا، معرفش بقى معاكي انت يعني ايه اللي ممكن ينفعك، بس صراحه احلى شرشوبه شفتها اللي هي النوع ده. انما النوع التركي والنوع مش عارفه اللي بيعلنوا عنه كلهم استخدمتهم، بس ما ممكن اكون انا جبت ايه نوع مش نظيف او حاجه، فمش عارفه. استعملت كل الانواع، ما ارتحتش غير في الشرشوبه دي صراحه، والجردل بتاعها برضو مريح. فيعني خير. بصوا بقى دخلت بقى اعمل ايه، دخلت قعدت اعمل بقى الحتت الايه اللي باينه من السيراميك زي ما انتوا عارفين. بصوا حتى زقيت الستاند، معلش حقكوا عليا. وايه يا بنات، عملت كمان المحل باخده معايا، ما بسكتش يعني، لازم اظبط الدنيا كلها كده حواليا. انتي برضو لو وراكي حاجة قومي كده شغليني جنبك وحطيني جنبك وايه، واشتغلي كده ونضفي، محدش هيجي يعملك حاجة، صح؟ كل مرة اقول لكم الكلمتين دول، صح؟ لا لا، ربنا يدينا الصحة يا رب والعافية، ويبارك لنا في صحتنا يا رب، ودايما صحتنا معانا كده نقدر نعمل حاجتنا. بصوا يا سلام، النظافة دي بتغسلني من جوه. احنا كستات بيوت اكيد يعني بنحب النظافة، بنحب نقعد في مكان نظيف، وبنحب نأكل ولادنا اكل جميل انا مش شيفة يعني عشان ايه نكون واضحين، بس بجد يعني كل ما بعمل اكل بحب ولادي بيقولوا لي تحفة وجميل. فكلنا برضو يعني شيفات في بيتنا اكيد. ربنا يخليكوا لبعض ويديمكوا نعمة في حياتي يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى عشان الدبان، وانا المروحة بتاعة المدخل لسه ما اشتغلتش، مش عارفة مضايقاني قوي. بصوا ده انا بحب الشرشوبة دي قوي، بحب اقعد امسح بيها كده. بصوا يا سلام، بتنضف. بصوا السيراميك بيلمع، عايزة اقوم اعمل تاني والله يا بنات. اخد لي حتة تانية كده، ايه رأيكم؟ بصوا بقى وايه، دخلت بقى الحتت الصغنونة اللي انا شلتها. طول ما قدام بيتك وقدام شقتك نظيف خلاص، بجد هيبقى بيتك كله نظيف ومترتب. وطالما الحاجة في مكانها، يعني كل حاجة بتطلعيها من مكانها تحطيها مكانها، هيريحك جدا جدا جدا. ولو وراكي حاجة عادي مش قادرة، استعيني بالله، قولي يا رب ارزقني بركة اليوم وبركة الوقت. عايزة اقول لكم يوم الجمعة ده انا صاحية بدري جدا جدا. شفتوا عملت ده عملت ده وطلعت للطيور وظبطت الدنيا كلها. اليوم بجد كان حلو جدا من اوله، كان فيه بركة. اللهم ارزقني ببركة الوقت يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، انا وانتو يا رب. لا ما تحطيش هعمل ده وهعمل ده وهعمل ده، هيبقى كتير. لا، هي حاجة بتجر حاجة، فاهميني؟ بس شوفي اولوياتك ايه. يعني طبعا انا اليوم دوت كانش عندي غدا، فايه صحيت بدري. قومي كده شوفي اولويات بيتك ايه، ولادك عايزين ايه. مش مثلا تقولي لا انا هقعد لا، احنا كستات بيوت دي مسؤوليتنا وبتاخدي اجر عليها. بتقومي تنظفي حاجتك وتعملي، كل ده بتاخدي اجر عليه، ودي حياتنا كستات يعني، مش هنهرب منها ومش هنروح حتة يعني، لا. بجد لما بقى بتتعبي وظهرك بيوجعك في الاخر اليوم وكل حاجة، بس بتاخدي كمية راحة تاني يوم. يعني انا ممكن اعمل ده كده يوم الجمعة، ببقى تاني يوم ببقى نفسي انزل المنطقة دي عشان نظيفة وحلوة، وببقى نفسي افضل اقعد فيها ساعة ساعتين تلاتة. بجد تحفة ان انتي تشوفي حاجة اللي حواليكي نظيفة كده وحلوة. يا رب يعيننا ويقوينا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين.
انا وانتوا يا رب، وجميع امة محمد يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويكون في عون بجد اهل غزة، يا رب يلطف بيهم يا رب، ويشيل عن كل مهموم همه، ويشيل عن كل مريض ألمه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، خليت قدام الباب فلة شمعة منورة زي ما بيقول. بعد ما بمسح وبخلص وتمام، واخد بالشرشوبة وتمام ومفيش حاجة، بروح واخدة ايه، كنسة بقى بالمقشة كده، عشان لو في اي اتربة اي حاجة تروح ايه نازلة بقى ومخلصة معايا. تمام. بصوا الجمال. شدي حاجتك كده وقومي يلا خلصي حاجتك، وقومي اعملي شقتك كده، وخلي الجو حواليك نظيف وحلو وجميل. يا رب يرزقنا بركة الوقت وبركة اليوم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. لسه الفيديو، استنظار الفيديو للاخر. في فوق بقى هنطلع فوق وهنعمل جو تحفة تحفة تحفة. عايزة اقول لكم انا فضلت قاعدة فيه لغاية الساعة 1 او 12 بالليل. حكاية. هتستمتعوا معايا بالجو الجميل ده، ولا بقى حواليكي حاجة كهرباء، ولا حواليكي اي حاجة، كلها طبيعة في طبيعة حواليكي بجد، ولا جهاز كهربي بيزن حواليكي، ولا موتور تلاجة بيزن، ولا بجد متعة. تاخدي كوباية القهوة كده وتطلعي فوق، يا سلام، احلى ما في الجو بجد، والطبيعة حواليكي والعصافير والحمام حواليكي، ويا سلام، والطيور بقى معايا جنبي كده، وبصيت عليهم بس لقيتهم ايه بقى مكمشانين كده ومتدفيين بقى وايه. مين صيف للشقة بقى خلاص كده، الدنيا خلاص بقت صيف خلاص اساسي، يعني جو حر بقى وجميل، يوم مشمس وجميل. بصوا بقى، عايزين نتكلم وعايزين نصوم عشان مش هينفع كده، صح؟ عايزين نصوم الست البيض وايام القضاء. مين صامهم وخلصهم؟ شجعوني بقى يا بنات. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، انا كده خلصت والحمد لله خلصت، بتعافى من الادويه بقى كده والدنيا. انا ناقص لي تحليل واحد انا عارفه وتمام وكل حاجه، بس التحليل لو طلع فيه حاجه وهاخد عليه دواء ممكن اخده وانا صايمه. فالحمد لله الحمد لله، انا قادره. يعني ايه رايكم نصوم بعد شم النسيم على طول؟ قولوا لي كده، حد هيشجعني ويصوم معايا ونصوم كده، وبجد هتحس براحه نفسيه في الصيام، وهتحس كمان ان اليوم خلص معاكي. يلا كده نخلص معانا مع بعض ولا ايه؟ ومين اللي خلص؟ شجعوني، انا عايزه حد يشجعني زي ما انا بشجعكم على الحاجه كده. يلا شجعوني بقى. خلصنا بقى حاجتنا تحت خلاص تمام، وواجهة البيت تمام بقت تمام. نطلع بقى. كان لسه كمان لسه والله كان لسه القرآن ما بدأش، ولا الجمعة بدأت. بصوا انا صاحيه من بدري، طلعت البخور معاكم اللي احنا حاطينه هنا، وايه، وطلعت المبخرة دي جميلة قوي قوي قوي، بس بجد انا عايزة اجيب واحدة غيرها عشان خلاص بدأت تتحروق كده ومبقتش تظبط معايا. يلا خير. عايزة اجيب نوع تاني كده، مش عارفة، حاجة تانية يعني، مش لازم دي، بس بصراحة هي بتشيل العيدان حلو جدا. انا عندي بخور اللي هو التاني اللي هو اللي عامل زي التراب ده، وعندي فحم، بس بصراحة بكسل، يعني ما بكسل اعمل البتاع ده كتير. ده مريح وريحته حلوة وبتفضل اليوم كله، عايزة اقول لكم بتفضل تاني يوم كمان. بعطر بقى حاجات بسيطة كده هنا. أوضة النوم بتاعتي، وعطرت الصالة وعطرت الصالون تمام، وسبت شوية وعطرت أوضة الأطفال برضو معايا، وقرأت سورة الكهف. أيوة ده أساسي، أنا بذكركم بس والله يا بنات. سورة الكهف متنسوهاش يوم الجمعة، من أول يوم الجمعة لغاية قبل أذان المغرب، تقرأيها بقى في أي وقت. بصوا بقى أهو، دي قناة السعودية، شعائر الجمعة بتاعتهم. وطبعا طبعا
ما ننساش دوانا. انا مش هاخد دواء، انا لسه مفطرتش وتمام، بس الدواء الاساسي بتاعي دلوقتي لان في بخور وفي روايح، هاخد ايه؟ هاخد الدواء بتاع الجيوب الانفيه، ايوه هو ده. عشان كان في حد بيسألني عليه على الخاص، جميل جدا جدا يا بنات. بس انا ما برشدش ليه يا بنات، انتي شوفي الدكتور هيكتب لك ايه. انا الدكتور كتب لي ده، بس بجد عامل معايا نتيجة جدا احسن من البخاخة كمان صراحة. يعني البخاخة غالية على الفاضي، يعني بتعملش معايا حاجة. بصوا انا حطيته فين، ده درج الادوية. كده كده ال هي علبة. الحافظة ديت بنوتي ما بقتش تاخدها معاها المدرسة، فقلت ايه، هاخدها انا احط فيها الادوية. يلا بقى معايا فوق، تطلعوا معايا فوق يلا. بسم الله. اللهم صل على النبي. بصوا بقى، دي قعدتنا طول الصيف. طول الصيف بنطلع نقعد هنا بالليل، طبعا بعد الشمس ما تغيب. انا طلعتهم، انا كنت حطاهم في الدور التالت اللي تحت. طلعتهم وحطيتهم حاولت احطهم في الضله. المروحه دي بعمل لها وصله للتحت، بتجيب هوا هنا لو عوزناها. والكراسي دي بنوتاتي ساعات بيقعدوا عليها. والقعده دي 3 شلت كانوا عندي، والقعده برضو اللي هناك دي بخليها كده طول الصيف. والترابيزه دي، وده المفرش برضو قديم كان عندي، طلعته فوق. والمخده دي عشان لو حد عب يريح. وكمان طلعت بس منشراها عشان الشمس. طلعت دي حاجه كده لو حد عايز يتغطى بيها في الصيف. تمام كده. والمروحه طبعا بتشتغل. كل ده بقى هيتمسح، همسحه بس من الاتربه، بس ما قدرتش اطلعه لوحدي فصعبه. وتمام كده. بعمل بقى في وصله تحت هجيبها من المروحه البتاع ده. تمام. وبنقعد بقى هنا طول الصيف. نزلنا بقى تحت نعمل قهوتنا بقى ونشربها في روقان كده وراحة بال. طبعا فتحنا بيتنا بقى، الشمس جميلة وحلوة. قومي فتحي بيتك كده وشقتك. فتحي، الشمس جميلة، خلي الدنيا تخش عليكي كده والهواء الجميل يخش، الهواء النظيف الحلو. صح، احنا شطار وعارفين مصلحة بيتنا، كل واحدة عارفة مصلحة بيتها ايه. هتلفي هو بيتك اللي ليكي، ملكيش غير بيتك وعيالك وولادك وجوزك. صح. قومي كده نضفي دنيتك وحواليكي وحاجتك، وتظبطي كده ونضفي الدنيا، واشربي فنجان قهوه كده جامد، يا بيغسلني من جوه، بيغسلني. عملت فنجان قهوه بقى كده نشربه كده مع نفسنا، حلو كده وجميل. دلعي القهوه تدلعك. صح. بصوا القهوه بوش بقى وجامد، ويا سلام يا سلام. عايزه اقول لكم بقيت اوقعها بقالي كتير كذا مره اوقعها، مش عارفه ليه. مش عارفه. لا مش هينفع كده، لازم نقف كده بقى ونستنى. بصوا يا جماله يا جماله. بصوا بقى، مكانش عندي غدا، كنت طالبه الاوردر ده من واحده اسمها ام سما. ام سما. نتكلم عنها شويه ولا ما نتكلمش؟ براحتكم. بس بجد شرف ليا ان هي دخلت معايا القناه. هي معانا، عشان لو عايزين منها حاجه قولوا لها. بجد انا قلت لها الكبده لو حلوه هتكلم عنك، لو مش حلوه مش هتكلم عنك خالص. وزي ما انتوا عارفين وماشيين بنفس المبدأ ده، الحاجه لو حلوه هقول حلوه وهقول مكانها فين. الحاجه لو وحشه مش هتكلم عنها خالص. زي ما انتوا عارفين المبدأ بتاعي وماشيه بيه من اول القناه معاكم كده. صح. المهم، جبت بقى كبده مستورده. دي كبده مستورده، جايبه نص عصافير، وجبت نص شرايح. الشرايح حطيتها في التلاجة.
النص ب65 جنيه. تمام، يعني نص العصافير دي ب65، ونص الكبدة الشرايح اللي هنعملها بالردة ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله ب65 برضه. والله يا بنات المفروض كنت عملت الاتنين مع بعض، بس انا وبناتي ما بناكلش عذرة بقى يعني. حتى والله الكبدة دي فضل منها وفطرت بيها تاني يوم. تمام. بصوا بقى حطيت انا طبعي بحط الكبدة كده على طول. الاول حطيت الكبدة في مصفى عشان لو فيها دم ينزل. تمام. طبعا الكبدة ما بتتغسلش، اوعوا تغسلوا كبدة ابدا. حطيت ملح وخل وتوم وهريسة شطة، ماشي، وفلفل اسمر وكمون بس، وكزبرة ناشفة، ايوه عشان ما انساش. بس الكبدة ما بتحبش التوابل الكتير عشان تبقوا عارفين. وليمون طبعا ده اساسي. ادعكي يا بنت، ادعكي ادعكي. ما بسيبهاش في التتبيله كتير. بصوا حتى شوفوا الدم اللي نزل منها رميته. ما تسيبهاش في التتبيله كتير، انا بنزل منها الدم عشان ما تعملش ميه. تمام. ما تسيبهاش في التتبيله كتير عشان ما تتهريش، لان دي مستورده. واهم ما في الموضوع الحله تتسخن كويس، وتحطي الزيت يتقدح كويس. تمام. تعملي ايه لما تلاقيه اتقدح تمام قوي؟ تروحي رميها في الطاسه كده، ماشي، بس ما تقلبيش. تمام. انا بعملها كده والله يا بنات، انا بقول لكم على اللي انا بعمله. ما قلبتش، انا بس وزعتها. شوفوا وزعتها بس بالسكينه كده، حاجه بسيطه، مالكيش دعوه بالسكينه وزعها بالمعلقه. تمام. اوزعها واديها صدمه بقى. حتى بصوا لونها اتغير من قبل ما انا ايه اقلب. بصوا انا لسه هقلب. بصوا لونها اتغير ازاي تماما. وبعد كده قلبي بقى كويس. هتشوفي بقى الدرجة اللي انت ايه ما تخليهاش قوي يعني، فاهميني؟ قلبي كده تقليبه تقليبه تقليبه، وما تنزلش الميه بتاعتها. يعني امتى بقى تنزل الميه بتاعتها؟ لو انت عاملاها في حله ملمومه كده، فاهميني؟ دي تنزل الميه بتاعتها، انما دي مش هتنزل، لاني انا عاملاها في مساحه كبيره. يعني اديها مساحتها، الكبده عايزه تديها مساحتها. كل ما تديها مساحتها كل ما هتتصدم، فلما تتصدم مش هتنزل ميه، فاهميني؟ بصوا يا جماله يا جماله، بجد كان طعمها حلو جدا. ما كانش عندي غير كام قرن فلفل دول، رحت حطاهم. وما رضيتش احط شطه حمراء. انتي حسب الرغبه، عايزه تحطي شطه حمراء حطي، عايزه تحطي بابريكا عشان تحمريها شويه مفيش مشكله. بس انا بحبها لون المحلات كده، بحبها كده. بصوا بقى، وعملت 3 سندوتشات ليا، الف هنا وشفا على قلبي. وعملت 3 سندوتشات لبنوتي عشان انا وبنوتي الصغيره اللي ايه هناكل، عشان لسه بنوتي الكبيره في الدرس. ربنا يجيبها بالسلامه يا رب، ويخليها ليا ويخلي لكم ولادكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويصلح حالهم ويبرونا دنيا واخره، اللهم امين يا رب العالمين. دايما تدعي كده يا رب ولادك يبروكي دنيا واخره، اللهم امين يا رب العالمين. سبت بقى البنوتي الايه اما تيجي بتعمل السندوتشات بتاعتها هي وقت ما تحب. بصوا بقى، وخدت الحاجة على السفرة، هو بس كبدة وسندوتشات الكبدة والايه. عايزة بقى حاجة مخللة، حاجة حادقة معاكي، تمام. وخدت قهوتي بقى. هي دي اللحظة. انا كنت قاعدة بقالي كتير كتير كتير. القعدة دي عايزة ايه؟ سامعاكي سامعاكي يا اللي بتقولي عايزة كتاب جامد نقعد نسمع، نقعد نقرأ فيه. بجد القعدة دي عايزة كتاب كده نقعد نقرأ فيه. انا بجيب كتب من على التليفون بس، لا، ما حابة الكتاب كده، وحابة دول الشنطتين السمر دول اكل الطيور. قلت وانا اقوم اشرب بس القهوة كده واقوم ايه احطه له. عايزة اقول لكم قعدت للساعة 12 بالليل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وخدتوا منه طاقة وراحة نفسية كده. مستنظراكم في فيديو جديد. باي، في حفظ الله يا بنات.